في زميل لينا صحفي مجتهد شاطر هو صلاح أبو زيد، عمل حوار مع رئيس هاتاي سبور التركي النهارده الصبح، والراجل قال فيه انه فعلا في عرض من النادي الاهلي. صلاح مجتهد شاطر، عمل حوار نزله على موقع كوره بلس. الحوار عمل رد فعل كبير جدا في كل الوسط الاعلامي، وبدات الناس تاخد تصريحات من اطراف مختلفه بعد هذا الحوار مع رئيس النادي. رئيس النادي قال انه في مفاوضات مع النادي الاهلي. الوكيل نفى. النادي الاهلي لما سالناه قال لنا برضو احنا ما قدمناش اي عروض للنادي التركي. تحليلي للموضوع انه طبعا الراجل صلاح ده ما عملش حاجه غلط، بالعكس ده هو عمل اكتر حاجه مميزه في الامر. اللي خدوا التصريحات من الوكيل برضو تصريحات سليمه. تصريحاتنا من النادي الاهلي هي تصريحات سليمه. تصوري انه الحكايه دي ادام فيها اختلافات من كل الاطراف، دي لعبه وكلاء، وبالتالي